الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنكمل الجزء الثاني زي ما وعدتكم من مراجعة الوحدة الأولى. أتمنى كل الناس تتفرج على الجزء الأول، واللي مش فاهم أي حاجة يكتب لي في التعليقات أو يبعت لي على جروب الواتس. أتمنى الناس كلها تتفرج على الجزء الأول، وأتمنى اللي مش فاهم أي حاجة يا شباب يبعت. احنا المرة اللي فاتت بدأنا في مراجعة الوحدة الأولى وشرحنا الدرس الأول كامل، وخدنا نص الدرس الثاني اللي هو التمثيل البياني. خدنا التمثيل البياني للسرعة المنتظمة. قلنا المرة اللي فاتت يا شباب نراجع بس مع بعض. قلنا ازاي بيمثل السرعة المنتظمة. يبقى تمثيل حركة الجسم. احنا الكلام ده قلنا المرة اللي فاتت، بس هنراجع بس ازاي بنمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة. تمثيل حركة الجسم بسرعة منتظمة. قال لي يا شباب في علاقتين. أول علاقة عندي مسافة، برسم علاقة بين المسافة والزمن. المسافة والزمن يا شباب كنا بنرسم كده، هنا المسافة وهنا الزمن، وكان خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. يبقى لو جات لي رسمة زي دي يا شباب أقول دي سرعة منتظمة. ليه؟ خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. المسافة عمالة تزيد والسرعة عمالة، الزمن مع زيادة المسافة الزمن برضو بيزيد. يبقى هنا السرعة يبقى سرعة منتظمة يا مستر، أو السرعة ثابتة. الاتنين بيزيدوا مع بعض، المسافة بتزيد والزمن بيزيد، يبقى هنا السرعة ثابتة أو سرعة منتظمة. هي السرعة التي تتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. هنا يا مستر أنا مثلت السرعة المنتظمة. المسافة بتزيد والزمن بيزيد. لو جبت الميل مسافة على زمن هيديني سرعة. فأنا أول حاجة أنا بشوفها يا شباب أنا برسم مين مع مين. تاني رسمة خدناها كانت سرعة مع زمن. كان هنا سرعة مع زمن، بس كانت العلاقة خط مستقيم أفقي موازي لمحور الزمن. خط مستقيم أفقي موازي لمحور الزمن اللي هو المحور السيني اللي تحت ده يا شباب، اسمه المحور السيني. ليه هنا يا مستر؟ ليه هنا قلت إن هنا سرعة منتظمة؟ برضو سرعة منتظمة. لو افترضنا يا شباب إن هنا السرعة مثلا 20 متر كل ثانية، هتفضل هنا في الثانية الأولانية 20، في الثانية الثانية أطلع على 20، في الثانية الثالثة 20. يبقى دي سرعة منتظمة ولا مش منتظمة؟ إيه؟ سرعة منتظمة. والعلاقة بين سرعة وزمن، يبقى هنا سرعة منتظمة ولا مش منتظمة؟ ايوه يا مستر سرعة منتظمة. هو ده يا شباب تمثيل الحركة بسرعة منتظمة، واحنا كنا شارحينه في الجزء اللي فات. هنبدأ ان شاء الله النهاردة هناخد التمثيل البياني للعجل. اتمنى كل الناس تتفرج على الجزء الاول قبل ما تخش على الجزء الثاني، واللي مش فاهم حاجة زي ما اتفقنا يبعت لي. وعايز اتمنى كل الناس اللي بتتفرج يصلي على النبي في التعليقات. اتمنى كل الناس يا شباب تصلي على النبي في التعليقات. هنكمل بقى يا شباب الجزء الثاني. هناخد التمثيل البياني للعجلة. احنا خدنا التمثيل البياني للسرعة المنتظمة. في الدرس بقى بقية الدرس هناخد التمثيل البياني للعجلة. خدنا يا شباب في الدرس الأول اللي فاكر احنا قلنا هل السيارة أو الجسم يقدر يمشي بسرعة منتظمة؟ هل أقدر أمشي بسرعة منتظمة؟ قال لي لا يا مستر. ليه يصعب عمليا حركة السيارة بسرعة منتظمة؟ لأن يبقى بسبب تغير أحوال الطريق. احنا قلنا ممكن تلاقي مطبات، تلاقي حد وقف في وشك وانت ماشي، فمستحيل تفضل ماشي بسرعة منتظمة. يبقى ليه؟ بسبب تغير أحوال الطريق. يبقى ومن هنا بقى يا شباب جاء مفهوم العجل. يعني أول ما اسمع كلمة عجلة دي يا شباب يبقى هنا في تغير في السرعة. يبقى العجلة تغير في السرعة. يبقى أول ما اسمع كلمة عجلة يا شباب يبقى في تغير في السرعة. طب معنى في تغير في السرعة يا شباب يعني السرعة يا تزيد يا تقل. ما هو معنى التغير ايه؟ يا في زيادة يا في نقصان. طب طالما في زيادة او في نقصان او في تغير عموما، يبقى اقدر اقول ان هي سرعة منتظمة؟ لا يا مستر، السرعة المنتظمة السرعة ثابتة ما بتتغيرش. يبقى اول ما اسمع كلمة عجلة يا شباب يبقى في ايه؟ تغير في السرعة. ومعنى ان في تغير في السرعة يبقى سرعة غير منتظمة. غير يا شباب منتظمة. اللهم صل على النبي. تاني يبقى قلنا يا شباب
يصعب عمليا حركة السيارة بسرعة منتظمة. ليه؟ قال لي بسبب تغير أحوال الطريق. طب من هنا بقى جاء مفهوم العجل. يبقى معنى ان في تغير في السرعه يبقى العجله يبقى في تغير في السرعه. معنى ان في تغير في السرعه، مين اللي كانت السرعه يا اما زياده بتقل يا يزيد يا تقل؟ مين؟ يبقى سرعه غير منتظمه. ما انت يا مستر قلت لي ان السرعه المنتظمه سرعه ثابته، يبقى ما فيش تغير. يبقى لو جه قال لي عجله بسرعه منتظمه اقول له غلط. ازاي عجله بسرعه منتظمه؟ لو جه قال لي احسب العجله واعطيني بيقول لي السرعه منتظمه اقول له صفر. يبقى السرعه المنتظمه بتتغير؟ لا يا مستر ده ثابت. يبقى كده ما فيش عجله. يبقى الجسم الذي يتحرك، الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة عجلته تساوي صفر. لا يا مستر عجلة بتساوي صفر، هو في تغير يا حبيبي؟ لا مفيش تغير، العجلة بصفر زي الفل. تاني يا شباب، يبقى مفهوم العجلة جه ازاي؟ مفهوم العجلة جه من التغير في السرعة. يبقى أول ما أسمع كلمة عجلة يبقى عندي تغير في السرعة، ومعنى إن في تغير في السرعة يبقى السرعة غير منتظمة. تمام؟ يبقى قال لي بقى معنى ان في تغير في السرعه جاء من هنا دي زي ما قلنا مفهوم العجله. قال لي عندي حاجه اسمها الحركه المعجله. يعني ايه يا شباب الحركه المعجله؟ مش احنا قلنا في تغير في السرعه؟ طب الحركه المعجله دي يبقى في عجله، ما هي جايه من العجله يا شباب. يبقى الحركه المعجله ما هي جايه برضو من العجله. بيقول لي الحركه التي تتغير. ما احنا قلنا يا شباب طالما معجلة وفي تغير يبقى الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بالزيادة أو النقصان بمرور الزمن. يبقى الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم بالزيادة أو النقصان. مش يا شباب ما بتتغير يا شباب، ممكن ازود او ممكن اقل بمرور الزمن. هو الزمن هيفضل ثابت؟ لا يا شباب. يبقى الزمن بمرور الزمن، يعني الزمن بيمر بمرور الزمن. يبقى تاني يا شباب، يبقى الحركة المعجلة هي برضه يا مستر جاية من مفهوم العجلة برضه. يبقى معناها ايه؟ احنا قلنا اول ما اسمع كلمة عجلة يبقى في تغير في السرعة، ومعنى ان في تغير في السرعة يا شباب يبقى الجسم بيتحرك بسرعة غير منتظمة. يبقى يجي يقول لي عرف الحركة المعجلة، اقول له سهل، الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم يا اما بالزيادة او النقصان بمرور الزمن. طب وهنا بقى يا شباب جه مفهوم العجلة. يبقى هنا اللي فهم يعني ايه عجلة. يبقى العجلة يا شباب قال لي احنا قلنا تغير، معناه يبقى مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. بالله عليك ما تتلخبطش هنا بين العجلة والسرعة. السرعة تغير في المسافة خلال وحدة الزمن، معدل الزمني للتغير في المسافة يبقى مين؟ يبقى سرعة. إنما لو قال لي مقدار التغير، اعطينا مقدار التغير في مين؟ في السرعة، يبقى العجلة. يبقى مقدار التغير في السرعة يا شباب مين؟ العجلة. تمام؟ أتمنى الناس تكون فاهم، واللي مش فاهم يبعت لي على جروب الواتس أو يكتب لي في التعليقات. وكل الناس يا شباب اللي وصل لحد هنا ينزل يصلي على النبي في التعليقات. تمام؟ نكمل يا شباب. احنا بنقول ايه؟ معنى ان في عجلة يبقى في تغير في السرعة. معنى ان في عجلة يبقى في تغير في السرعة. قال لي يا شباب التغير ذاتي برمز له بالرمز دلتا. يبقى التغير يا شباب برمز له بالرمز ايه؟ دلتا. يبقى شايفين المثلث ده، علامة المثلث؟ قال لي يا شباب ده يعني دلتا. يبقى التغير في السرعة، التغير يا شباب برمز له بالرمز ايه؟ دلتا. والدلتا يا شباب يعني تغير، ما انا لسه قايل لك التغير يعني دلتا. يبقى الدلتا يعني تغير، مش هو تغير؟ طب معنى ايه يعني تغير؟ والتغير يعني ايه يا شباب؟ قال لي التغير يعني طرح. يبقى التغير يعني طرح. طب بطرح مين؟ قال لي بطرح الاخير ناقص الاول، اللي هو او التاني ناقص الاول زي الفل. يبقى الدلتا يعني تغير، والتغير طرح، وطرح بطرح التاني ناقص الاول. يبقى دلتا يعني تغير، والتغير طرح، والطرح بطرح التاني ناقص الاول. تمام؟ اتمنى تكون الناس فاهمه. طيب يا شباب نيجي كاتبين طب العجله يا مصر هي ملهاش قانون. لا يا حبيبي ازاي ملهاش قانون؟ ليها طبعا. قال لي العجله
اللهم صل على سيدنا محمد. العجلة بتساوي، احنا لسه بقول لك تغير في السرعة، يبقى فوق دلتا سرعة اللي هي تغير في السرعة على مين؟ على تغير في الزمن. زي الفل يا شباب. طب هنا احنا لسه معرفين العجلة، قلت لك العجلة اللي لسه مركز، انا قلت لك مقدار التغير في السرعة على مين؟ خلال وحدة مين؟ الزمن. طب في تعريف تاني اللي حضر الجزء الأول أو حضر معايا الشرح، قلت لك خليها قاعدة ثابتة في دماغك. لو أي حاجة مقسومة على زمن، أي قانون في الدنيا وتلاقي تحت في المقام زمن، يبقى ليها معدل. يبقى أي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمن. أي حاجة مقسومة على زمن ليها معدل زمني. معنى ايه الكلام ده؟ يبقى اقول المعدل الزمني للتغير في الحاجة اللي فوق. مين اللي فوق؟ السرعة. يبقى المعدل الزمني للتغير في السرعة. يبقى المعدل الزمني للتغير في مين يا شباب؟ يبقى التعريف الثاني المعدل الزمني للتغير في السرعة. والله الكلام سهل يا شباب والله. يبقى العجلة يا شباب التعريف الأول مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن. طب أنا يا مستر أنا نسيت القانون ده، ركز بقى. ما أنا بديك حاجات سهلة أهي، بديلك حاجات سهلة. قلت لك السرعة كانت مسافة على زمن، فقلت لك أي حاجة مقسومة على زمن لها معدل زمني، فجينا عرفنا السرعة. قلت لك المعدل الزمني للتغير في الحاجة اللي فوق. طب في السرعة مين اللي فوق؟ المسافة. يبقى المعدل الزمني للتغير في المسافة. طب العجلة يا مستر أنت قلت لي تغير في السرعة على تغير في الزمن، وأي حاجة مقسومة على زمن لها إيه؟ لها معدل زمن. احفظ بقى. يبقى التغير المعدل الزمني للتغير في الحاجة اللي فوق. مين اللي فوق في العجلة؟ السرعة. يبقى المعدل الزمني للتغير في مين؟ في السرعة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. زي الفل زي الفل. تمام. نكمل يا شباب. احنا قلنا دلتا يعني تغير. يبقى الدلتا يعني ايه؟ تغير. والتغير بعمل ايه يا شباب؟ بطرح. طب انا بطرح مين؟ بطرح التاني ناقص الاول. مش احنا لسه قايلين العجلة يا شباب العجلة بيساوي تغير في سرعة على تغير في زمن. طب يا مستر انت قلت لي التغير بعمل ايه؟ بطرح مين؟ التاني ناقص الاول. يبقى دلتا يعني تغير، والتغير والطرح بعمل ايه؟ بطرح مين؟ التاني ناقص الاول. طب تغير في السرعة، احنا قلنا يا شباب العجلة يا شباب برموز لها باختصارها يعني بالرمز ج. يبقى العجلة يا شباب بختصرها بالرمز ايه؟ ج. طيب زي الفل. مش انا كنت بختصر السرعة بعيه؟ قال لي العجلة اختصرها بج. طيب هنا احنا قلت لك الدلتا يعني ايه؟ يعني تغير يا مصر. تغير يعني ايه؟ يعني بطرح مين؟ التاني ناقص الاول. والسرعة رمزها اختصارها عين، بطرح مين؟ التاني ناقص الاول. زي الفل. طب مين عين اتنين؟ قال لي ده سرعة نهائية. يبقى عين اتنين سرعة نهائية. طب مين عين واحد؟ يبقى السرعة أكيد دي سرعة نهائية، يبقى أكيد دي السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية. زي الفل. يبقى عين اتنين ناقص عين واحد. طب الزمان غالبا يا شباب غالب الزمن لو جالك تغير في الزمن هو برضو زين اتنين ناقص زين واحد، بس غالبا هو بيديك التغير مباشر. يبقى غالبا في المسائل يا شباب بيدي لك ايه؟ التغير. اقول له عين اتنين ناقص عين واحد على التغير في الزمن. يعني ما بيجيش يقول لك الزمن استغرقت الزمن الاول وزمن تاني وكده. غالبا وان جات اعملها زين اتنين ناقص زين واحد. تمام. بس هو بيجيب لك دائما بيجيب لك ايه؟ تغير في الزمن على طول. زي الفل. اللي مش فاهم يقول يا شباب. زي الفل. طيب زي الفل. يبقى قلنا يا شباب قلنا يا شباب ان العجلة بتساوي، ده رمز العجلة، عين اتنين ناقص عين واحد على تغير في مين؟ تغير في الزمن. طيب يا شباب احنا كنا واخدين المرة اللي فاتت ان السرعة بيساوي مسافة على زمن. مسافة على مين؟ على زمن. كنا بنحفظ القانون ده يا شباب بطريقة سهلة، بطريقة فزاعة، حيث الف مسافة والزين زمن. يبقى أول ما تفتكر كلمة فزع افتكر إن السرعة مسافة على زمن والعين سرعة. طب هنا يا شباب مفيش حاجة سهلة افتكر بقى قانون العجلة يا مستر. والله يا حبيبي فيه. أقول له مش احنا قلنا فزعة؟ أيوه. أنت كنت راكب عجلة وواحد فزعك، إيه اللي حصل لك؟ اتجزعت اتكسرت. يبقى إيه؟ جزعة.
جزع. يبقى بحفظ العجلة بإيه؟ جزع. أنت كنت راكب عجل، واحد فزعك اتجزعت، يبقى جيم عجل، زين زمن، عين سرعة. زي الفل. يبقى يا شباب بحفظ العجلة بجزع. أول ما تفتكر جزعة أو واحد كسرك وأنت فزعك فقمت مرمي من على العجلة اتكسرت، افتكر كلمة إيه؟ جزع. جزع. يبقى جزع يا شباب جيم. المثلث، تعال نرسم المثلث. احنا ورانا حاجة؟ مش ورانا حاجة يا مصر. يبقى هنا يا شباب جيم هي العجلة، تغير في السرعة على تغير في الزمن. اهي جزع او عجزة، عجزة، عجزة. معلش يا شباب عجزة، لا خليها عجزة، سيبك من جزع، خليها عجزة. عجزة اهي، عجزة. العين سرعة جيم عجلة زين زمن، خليها عجزة يا شباب مش جزع، خليها عجزة. عجزة. تبقى ماسك عكاز يعني كده لما تتفزع من العجلة، بعد الشر عنكم طبعا يا شباب، بس انا بقول لك كلمة يعني ايه تحفظ بيها. عجزة يبقى العين عجلة، جي عين سرعة جيم عجلة زين زمن. تمام يا شباب. احنا خدنا المرة اللي فاتت برضه ان السرعة كانت وحدة قياسها متر لكل ثانية. طب وحدة قياس العجلة يا مصطفى؟ قال لي متر كل ثانية تربيع. اوعى تنسى التربيع يا حبيبي، اوعى تنسى التربيع. طب يا مستر انا مش فاهم التربيع ده ازاي؟ اقول لك يا حبيبي صلي على النبي. العجله بتساوي ايه؟ العجله تغير في سرعه على تغير في زمن. وحده قياس السرعه، وحده قياس السرعه متر على الثانيه. طب وحده قياس الزمن، وحده قياس الزمن يا مستر ثانيه. اعملها كده يا حبيبي، سيبك من العاله دي، العاله دي وحش، اعملها كده وطلع دي بره كده، واحد على الثانية. يلا بقى يا شباب، متر. يلا يا شباب معلش. يبقى متر على الثانية. خلي الثانية دي يا شباب، قلت هنعملها على الثانية، اعملها على ايه واكتب الثانية كده. كنا بناخد يا شباب في سنة 6 حول العلى إلى فيه وشقلب اللي بعديه، حول العلى إلى فيه وشقلب ايه؟ شقلب اللي بعديه. واحد على ثانية. يلا اضرب بقى يا شباب، اضرب يا شباب. يبقى متر في واحد بمتر، ثانية في ثانية، ثانية تربيع. يبقى عرفت العجلة وحدة قياس العجلة جت ازاي؟ اهي. نقولها تاني للي مش فاهم، نقولها تاني. طيب نقولها تاني يا شباب. يبقى قلنا العجلة بتساوي تغير في سرعة على تغير في زمن. احنا قلنا وحدة قياس السرعة متر على الثانية. طب وحدة قياس الزمان؟ قال لي يا مستر ثانية. خلي بالك يا شباب اللي فاهم في الرياضة طريقة تانية سهلة. كان بيقول لك ايه؟ المقام بسط، لو المقام تحت يطلع فوق، انما ده يا شباب ايه؟ هنا ده بسط، ده كله ده بسط. قال لك يا شباب مقام ده مقام البسط، وده مقام البسط اللي فوق. مقام البسط مقام البسط مقام البسط يعني الثانية دي هتنزل تحت هنا في ثانية. يبقى متر على الثانية تربيع. اللي ما فاهمش الطريقة دي كده، متر على الثانية تربيع. يبقى يا شباب دي بقى طريقة رياضية بقى، ان مقام البسط ومقام المقام دي احنا كلنا عارفين ان مقام المقام بسط. انما الجديدة بقى يا شباب، او مش جديدة ولا حاجة، ان دي كلها اصلا هي بسط. طب ما ده مقام البسط، قال لك مقام البسط مقام البسط ايه؟ مقام ينزل تحت، الثانية دي تنزل تحت تتضرب في الثانية دي، يبقى ثانية في ثانية في ثانية تربيع. يبقى عرفت وحدة قياس العجلة جت ازاي؟ زي الفل يا شباب. نكمل. يبقى كده يا شباب قلنا عندي عين واحد دي سرعة ابتدائية، قال لي عين اتنين دي سرعة يا مستر نهائية، قال لي يا مستر مين تاني؟ عندي الزين زمن، وعندي الجيم العجلة. تمام، دول اللي عندنا يا شباب زي الفل. وخدنا برضو يا شباب اللي فاكر في الدرس الأول
قلنا امتى الجسم يتحرك بسرعة منتظمة؟ قلنا يا مستر لما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية بقول إن الجسم بيتحرك بسرعة إيه؟ منتظم. يبقى يا شباب لما الجسم يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية كنت بقول عليه إن هو بيتحرك بسرعة إيه؟ منتظم. طب يا شباب احنا قلنا اول ما اسمع كلمة عجلة يبقى في تغير يا مستر. طب معنى ان في تغير يبقى في زيادة او في نقصان، يعني بغير في السرعة، معنى كده ان بغير يا اما في زيادة او في نقصان بمقادير متساوية. يبقى قال لي يا شباب من هنا جت حاجة، قال لي عندي حاجة اسمها عجلة منتظمة. عندي حاجة يا شباب اسمها عجلة منتظمة. قال لي هي العجلة التي يتحرك بها الجسم، هي العجلة التي يتحرك بها الجسم. منتظمة يا شباب عندما تتغير. لازم نقوله تتغير يا شباب، مش أنا كلمة عجلة، يعني لو ما قلتش تتغير يبقى ما فيش عجلة، ومعنى ان ما فيش عجلة يبقى العجلة بصفر. ما هو معنى ان ما فيش سرعة اتغيرت يبقى ما فيش عجلة. فأنا لازم نقول عندما تتغير، عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. زي الفل يا شباب، زي الفل. طب يجي يقول لي ما معنى أن جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها 10 متر كل ثانية تربيع؟ لو قلت لك أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن، أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن. أعطيني عجلة منتظمة، أيوة يا مصر أول ما أسمع كلمة عجلة يبقى في تغير، أول ما أسمع كلمة عجلة يبقى في تغير. يبقى أي سؤال ما معنى أن أجاوبه بأي أن. وبيقول لي ما معنى أن جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها 10 متر كل ثانية تربيع؟ تعالى نكتب يا شباب ما معنى أن جسم يتحرك بعجلة منتظمة 10 متر كل ثانية تربيع. أي سؤال ما معنى أن أجاوب أي أن. زي الفل. أول ما أسمع كلمة عجلة تبقى في تغير، أي أن سرعة الجسم، أي أن سرعة الجسم. أقول إيه؟ تتغير. لازم أنا أقول تتغير عشان في عجل. تتغير بمقدار 10 متر كل ثانية، أو 10 متر في الثانية كل ثانية. زي الفل يا مستر، زي الفل. أتمنى يكون كل الناس فاهم. نكمل يا شباب. قال يا شباب احنا لسه قلنا العجلة المنتظمة. قال العجلة المنتظمة دي يا شباب في منها نوعين. عجلة منتظمة قال لي موجبة، وقال لي عجلة منتظمة سالب. يبقى عندي نوعين من العجلة المنتظمة. قال لي يا شباب في عجلة منتظمة موجبة وعجلة منتظمة سالب. قال لي يا شباب لو جسم مثلا يتحرك، أو جسم ألف يا شباب بيقول لي كانت سرعته 10 متر كل ثانية. تمام، 10 متر كل ثانية دي في الثانية الأولى. قال لي في الثانية الثانية كل ثانية يا شباب إيه اللي حصل؟ كانت 10 متر بقت 20 متر كل ثانية. في الثانية الثالثة يا شباب أو الثانية اللي بعديها بقت 30 متر كل ثانية. إيه اللي حصل يا شباب؟ أنتم ملاحظين إيه؟ ملاحظين إيه يا شباب؟ السرعة بتتغير بمقدار كام؟ بمقدار 10. طب بتتغير بمقدار 10 بالزيادة ولا بالنقصان؟ بالزيادة يا مصر. يبقى هنا العجلة يا شباب تزيد بمقدار 10. يبقى هنا عجلة منتظمة موجبة. العجلة عمالة تزيد يا مصر، السرعة عمالة تزيد. يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى عجلة منتظمة موجبة. طب تعال عجلة منتظمة نشوف العجلة المنتظمة السالب. قال لي يا مستر كانت سرعة الجسم 30، بقت 20، بقت 10. ايه اللي بيحصل يا مستر؟ السرعة عمالة تقل. يبقى ايه اللي بيحصل؟ السرعة عمالة تقل. طب بتقل بكام؟ بمقدار 10 متر كل ثانية. طب يا مستر السرعة بتقل، يبقى في السرعة عمالة تنقص. كانت 30 بقت 20، يبقى هنا بتنقص. يبقى عجلة منتظمة سالبة. طب هنا يا مستر عجلة منتظمة قلنا لو زادت يبقى العجلة منتظمة موجبة. طب لو قلت عجلة منتظمة سالب تناقصية عمالة تنقص. طب هنا تيجي قال لي تعريف العجلة المنتظمة الموجبة أو التزايدية.
يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد، يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما ايه يا شباب؟ تتزايد سرعته. مش انا بقول لك ايه، كانت 10 بقت 20 بقت 30، زادت بمقدار كام؟ بمقدار 10. يبقى في زيادة ولا في ما فيش؟ في مستر زيادة. يبقى هنا تقول عليها عجله موجبه ليه؟ السرعه عماله تزيد، كانت 10 بقت 20 بقت 30. يبقى يجي يقول لي عرف العجله المنتظمه الموجبه، اقول له العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساويه ولا مش متساويه؟ ايوه يا مستر متساويه. مش هنا يا مستر كانت 10 بقت 20 زادت كام؟ 10. كانت 20 بقت 30 زادت كام؟ 10 برضه. يبقى مقادير متساويه ولا مش متساويه؟ متساويه يا مستر. يبقى يجي يقول لي عرف العجلة المنتظمة الموجبة، أو العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته، تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. زي الفل. طب يا مستر العجلة المنتظمة السالبة كانت 30 بقت 20 بقت 10، عمالة تقل كام؟ 10، عمالة تنقص كام؟ 10. طب مقادير متساوية ولا مش متساوية؟ متساوية يا مستر. يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص، هنا يا مستر كانت 30 بقت 20 تتناقص. يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. زي الفل يا شباب، زي الفل. نكمل يا شباب. طب يا شباب عجلة منتظمة موجبة، العجلة المنتظمة الموجبة تعال نقول فيها حاجة تانية يا شباب، إن في العجلة المنتظمة الموجبة عين 2 أكبر من عين 1. ودي يا شباب في أفكار المسائل هنقول إزاي عين 2 أكبر من عين 1. يعني السرعة النهائية يا شباب لازم تبقى أكبر من السرعة الابتدائية. ليه؟ عشان تبقى العجلة المنتظمة موجبة. لو افترضنا إن السرعة النهائية يا شباب ب20 والسرعة الابتدائية ب10، يبقى 20 ناقص 10 طلعت ب10، طلعت بالموج. يبقى كده عين 2 لما تبقى أكبر من عين 1 تبقى عجلة منتظمة موجبة. طب لو قال لي سالبة يبقى عين واحد أكبر من عين 2، عين 1 أكبر من عين 2. زي الفل. طب معنى إن عين 1 أكبر يا مستر لو قلت لك إن عين 2 ب20 وعين 1 ب30، الابتدائي ب30، تيجي تقول له 20 ناقص 30 -10 يا مستر ده طلعت بالسالب. معنى إن طلعت بالسالب إن عين 1 أكبر، يبقى عجلة تناقصية أو عجلة سالب. زي الفل يا شباب. زي يقول يا شباب متى تكون لسه قايلين من نقولهم تاني. العجلة متى تكون العجلة موجبة، عجلة منتظمة موجبة. متى تكون عجلة سالبة منتظمة سالبة. متى تكون العجلة تساوي 0. امتى تكون العجلة موجبة؟ قلنا لما عين 2 تكون أكبر من عين 1. متى تكون العجلة سالبة؟ قلنا لما عين 1 هي اللي أكبر من عين 2. زي الفل. طب يا شباب معنى إن في عجلة ركز. عجلة يا مستر أنت قلت لي أول ما تسمع كلمة عجلة يبقى في تغير، ومعنى إن في تغير يبقى سرعة غير منتظمة. يبقى هنا السرعة غير منتظمة. عجلة منتظمة عجلة موجبة. طب هنا عجلة سالبة يا مستر ده كلمة عجلة يبقى تغير، ومعنى في تغير يبقى في عجلة، يبقى في سرعة غير منتظمة، يبقى سرعة غير منتظم. سيب الحالة التالتة دي دلوقتي، خلينا تعالى نمثل دي. هنا سرعة، نمثل سرعة مع زمن. واللي يا شباب الناس اللي ما اتفرجتش على الرسومات البيانية، انا مجمع لك كل الرسومات البيانية في الدرس الثاني في فيديو 9 دقايق. وصف حركة الجسم في الدرس الثاني كله مجمعهم لك في فيديو واحد 9 دقايق. هتخش تتفرج عليه ان شاء الله هيجي لك منهم على الاقل 3 نقط في الامتحان. يعني هيجي لك 3 رسومات على الاقل، يعني او يعني هي غالبا، بس هو لازما سؤال اساسي في الامتحان الرسم. تمام يا شباب. تعالى نمثل عجلة موجبة. انت قلت لي يا مستر عجلة موجبة يعني السرعة مالها بتزيد، بس ركز يا شباب ان رسم العلاقة بين مين ومين، سرعة وزمن. انما لو كانت العلاقة بين المسافة والزمن كانت تقول لي سرعة منتظمة. انما هنا يا شباب العلاقة بين السرعة والزمن يبقى عجلة منتظمة ايه؟ موجب. طب تعالى نرسم السالب، سرعة وزمن. يا مستر انت قلت لي
السرعة العجلة هنا بتقل سالب، يعني السرعة عمالة تتناقص، السرعة عمالة تتناقص. زي الفل يا شباب. طب تعالى بقى امتى العجلة تساوي صفر؟ قال لي يا شباب امتى العجلة تساوي صفر؟ لما عين اتنين تساوي عين واحد. ازاي بقى يا مستر؟ لو قلت لك ان النهائية ب20 والابتدائية ب20، تعالى هات لي العجلة، هتقول لي 20 ناقص 20 بصفر. طيب يا مستر مش طلعت صفر، يبقى امتى العجلة تساوي صفر؟ لما عين اتنين تساوي عين واحد. طب كده يا مستر في عجلة؟ ده العجلة بصفر في عجلة يا مستر؟ لا، انت قلت لي لازم عشان اقول ان في عجلة يبقى في تغير. طب هنا في تغير في السرعة؟ لا مفيش تغير. اما عين اتنين بتساوي عين واحد، فين التغير في السرعة؟ محدش يقول لي في تغير. في تغير ازاي؟ ما هما الاتنين بيساووا بعض. يبقى معنى ان مفيش تغير يبقى مفيش عجل، ومعنى ان مفيش عجلة يبقى السرعة سرعة منتظمة. سرعة منتظمة. تعال نرسمها اهي، دي اللي احنا واخدينها في اول حاجة، دي سرعة منتظمة زي الفل. يبقى اي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. اي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. اي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. اي سرعة منتظمة عجلتها تساوي ايه؟ صفر. يبقى زي الفل يا مصر، زي الفل. تعالى باتي ناخد يا شباب إرشادات لحل مسائل العجل. ناخد يا شباب إرشادات لحل مسائل العجل. دي يا شباب أفكار العجل. أول فكرة عندي يا شباب، قال لي جسم بدأ حركته من السكون. يا مستر من السكون وبدأ، بيقول لي بدأ وبيقول لي سكون. يبقى هنا يا مستر عين واحد اللي هي الابتدائية، عين واحد تساوي صفر زي الفل. يبقى لو قال لي جسم بدأ حركته من السكون، اروح على طول ابقى عارف هو مش كده، هو كده عطوني عين واحد. محدش يجي يقول لي يا مستر هو فين عين واحد؟ عين واحد يا حبيبي ما هو عطاها لك في المسألة، بيقول لي جسم بدأ حركته منين؟ من السكون. يبقى عين واحد، عين واحد بصفر. اللهم صل على النبي. تاني حاجة بيقول لي ضغط سائق على الفرامل. ضغط سائق على الفرامل فتوقفت السرعة. فتوقفت يا شباب، بيقول لي ضغط السائق على الفرامل فتوقفت. انا كنت راكب موتوسيكل ودوست على الفرامل وقفت، يبقى السرعة النهائية بصفر يا مستر. من وقفت يبقى هنا تي. يقول لي ضغط السائق بس لازم كلمة توقفت، يبقى عين اتنين تساوي صفر. يبقى عين اتنين يا شباب ايه؟ عين اتنين تساوي صفر. طب لو ما قاليش يا شباب، لا خلي بالك بقى، لو قال لي ضغط السائق على الفرامل بس ما قاليش توقفت، اقول له يا مصر عين اتنين هتقل بس مش هتوصل للصفر. ركز يا شباب، والله العظيم المسائل دي بتغلطوا فيها. يبقى لو قال لي ضغط سائق على الفرامل فتوقفت، لو قال لي توقفت يبقى عين اتنين بصفر. انما يا شباب لو ما قاليش توقفت، لو ما قاليش توقفت في السؤال، وقال لي ضغط السائق على الفرامل، قال لي مثلا فقلت فتناقصت، يبقى معنى كده يا شباب ان عين اتنين ما وصلتش للصفر. يبقى يقول لي توقفت عين اتنين بصفر، ما قالش توقفت يبقى عين اتنين هتقل بس مش هتوصل للصفر زي الفل. تلاتة، لو قال لي خلي بالك بقى من اللي جايه دي، خلي بالك اهي، اكتبها لك بحاجه تانية عشان تفرق. قال لي ضغط السائق على الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل 2 متر كل ثانية تربيع. بيقول لي يا شباب ضغط السائق على الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل 2 متر كل ثانية تربيع. مش واخد بالك انه عطيلك وحدة قياس العجلة؟ يبقى اول ما اسمع كلمة تناقصت وكلمة معدل، تناقصت بمعدل، يبقى اول يا شباب
أول ما أسمع كلمة تناقصت بمعدل، وعاطيني وحدة مين؟ وحدة العجل 2 متر كل ثانية تربيع. ركز بالله عليك. يبقى أعطيني يا شباب تناقصت، أول ما أسمع كلمة تناقصت بمعدل وعاطيني وحدة مين؟ 2 متر كل ثانية تربيع. يبقى أدي العجلة إشارة سالب. يبقى أدي ببلد أهو، أدي العجلة إشارة سالب. يبقى أول وأنا بطلع المعطيات كده أقول له ج العجل بسالب 2. سالب 2 متر على الثانية تربيع. يا مستر ده ما قاليش سالب 2، ده بيقول لي 2. يا مستر يا حبيبي صلى على النبي، بيقول لي تناقصت بمعدل 2 متر، يبقى عمالة تقل 2 متر كل ثانية تربيع. يبقى ادي العجلة إشارة سالب. يا مستر طب لو ما حطيتش السالب؟ أقول لك يا حبيبي مسألتك كلها غلط. زي الفل. يبقى أول ما أسمع تناقصت سرعتها يبقى ادي العجلة إشارة إيه؟ سالب. زي الفل. نكمل يا شباب. يبقى قلت لو ما حطيتش السالب يبقى مسألتي كلها غلط. جا بيقول لي يا شباب عندما يتحرك جسمي بسرعة منتظمة. يبقى رابع حاجة في الإرشادات بيقول لي يتحرك جسم بسرعة منتظمة. يا مست انت قلت لي اي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. مش هحل بقى يا مست، ده انت ايه لي سرعة منتظمة العجلة تساوي صفر، مفيش تغير يا مست. يبقى انا قلت لك اول ما اسمع عجله يبقى في تغير، ومعنى ان في تغير يبقى السرعه غير منتظم. زي الفل يا مسلم. اللهم صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى يا مستر نحل مساء. بيقول لي احسب مقدار العجله التي يتحرك بها الجسم اذا تغيرت سرعته. بيقول لي تغيرت سرعته من 8 متر كل ثانيه الى 23 متر كل ثانيه خلال 3 ثواني. يحسب العجل. اقول له عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زي. عين 2 بيقول لي مين؟ دي عين 1. عين 2 الى يبقى عين 2 23 ناقص 8 على خلال 3 ثواني. 23 ناقص 8 15 يا مستر على 3 يبقى تطلع فيها 5 متر كل ثانية تربيع. زي الفل. نكمل يا شباب. ناخد أفكار مهمة. دي بقى أفكار مهمة بقى يا شباب. أفكار مهمة. أنا كده قفلت لك درس العجل، قفلت لك مفيش حاجة تاني في العجل. أفكار مهمة. أول حاجة تعال نكتب بس قانون العجل. قانون العجل قلنا المثلث العجل ج تغير في سرعة على تغير في زمن. لو قال لي يا شباب، لو طلب مني قال لي احسب الزمن، يبقى لو طلب الزمن دي بقى حاجة سهلة يا شباب. لو طلب الزمن هيساوي من المثلث اهو. المثلث يبقى دلتا عين اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على مين؟ على العجل. يبقى لو طلب الزمن يبقى عين 2 ناقص عين 1 على العجل. تاني حاجة. طب يا شباب لو طلب السرعة النهائية، لو طلب السرعة النهائي بكتب العجل. يبقى العجلة بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زي. هو يا شباب عايز مين؟ عايز عين 2. هات له عين 2. هو عايز عين 2 يا شباب. صلوا على النبي. كأن دي يا شباب مقامها 1. اعمل مقص. يبقى عين 2 ناقص عين 1 في الواحد. أنا ضربت عين 2 ناقص عين 1 في الواحد دي هيساوي ج في زي. اهي ج في زي اهي. زي الفل. بس أنا عايز مين مثلا؟ أنا عايز عين 2 بس. أنا عايز السرعة النهائية في طرف لوحدها. يبقى أقول له عين 2 هتساوي ودي السالب عين 1 دي بعكس الإشارة. ودي السرعة الابتدائية هناك بعكس الإشارة. يبقى أقول له عين 2 هتساوي ج في زين زائد، مش هي بالسالب هتروح هناك بعكس الإشارة بالمور، عين 1. يبقى عين 2 هتساوي ايه يا شباب؟ ج في زين زائد عين 1. زي الفل. طب لو طلب 3، لو طلب عين 1، لو طلب عين 1 سهلة بقى يا مستر. مع عين 2 يا مستر ج في زين وبجمع عليهم، يعني هما الاتنين مجموعين على بعض. طب انا عايز عين 1 يا مستر. ركز يا حبيبي. عين 2 بجمع الاتنين،
يبقى لو عايز عين 2 السرعة النهائية بجمع عين 1 مع ج في زد يبقى مجموع. طب لو أنا عايز عين 1 يبقى هطرحها. أما عين 2 مجموع الاتنين، يبقى أنا عايز عين 1 هطرح عين 1 من الاتنين، يبقى عين 1 هيساوي ج في ز ناقص عين 2، ج في ز ناقص عين 2. طب انت مش فاهمها، هاتها بقى احسبها زي كده يا شباب. يبقى كده يا شباب انا خلصت العجلة وكل حاجة في العجلة. نكمل يا شباب الكميات، الدرس التالت كده، الكميات الفيزيائية. قال لي يا شباب الإنسان من ساعة ما اتولد وهو بيحاول يفهم الظواهر، بيحاول يفسر ويفهم الظواهر الفيزيائية أو الظواهر الطبيعية. طب بيفسرها أو بيفسرها إزاي أو بيتعامل معاها إزاي؟ قال لي من خلال إن هو بيعرف الكميات الفيزيائية. من خلال يا شباب الكميات الفيزيائية، والكميات الفيزيائية دي يا شباب كتير، مسافة، سرعة، زمن، كميات الفيزيائية. فقال لي يا شباب إن الإنسان من ساعة ما اتولد وهو بيحاول يفهم الظواهر زي البرق والرعد والصوت، والإنسان بيحاول يفهمها. طب بيعمل إيه عشان يفهمها؟ قلنا بيتعامل مع حاجة اسمها إيه؟ اسمها الكميات الفيزيائية. اسمها إيه؟ يبقى الإنسان بيحاول يفهم الظواهر الطبيعية اللي ربنا خلقها. طب عن طريق يا شباب؟ قال عن طريق حاجتين. يبقى الإنسان بيحاول يفهمها عن طريق حاجتين. أول حاجة يبقى الإنسان بيحاول يفسر الظواهر الطبيعية والكميات الفيزيائية يا شباب عن طريق حاجتين. أول حاجة قال لي إيجاد العلاقة الرياضية، إيجاد العلاقة الرياضية التي تربط بينهم. يعني إيه؟ مش إحنا يا شباب خدنا إن السرعة مسافة على الزمن؟ مش دي علاقة رياضية؟ يعني لما اقول لك مسافة على الزمن مش انت هتقول لي سرعة؟ ايوه. مش انا كده ربطت ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن؟ ايوه. يبقى الانسان بيحاول يفهم الظواهر من خلال، مش السرعة كمية فيزيائية؟ ايوه. والمسافة كمية فيزيائية والزمن كمية فيزيائية؟ ايوه يا مصر. يبقى الانسان بيحاول يفهمهم عن طريق ايجاد علاقة رياضية تربط ما بين السرعة والمسافة والزمن. ايه اللي بيربط بين السرعة والمسافة والزمن؟ ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن. تاني حاجة يا مستر ايجاد وحدة قياس. يبقى أول حاجة وجد علاقة، تاني حاجة إيجاد وحدة قياس مميزة. يعني إيه؟ إحنا قلنا مسافة على الزمن، وحدة قياس السرعة متر على الثانية. طب وحدة قياس العجلة إحنا لسه واخدينها متر على الثانية تربيع. دي مميزة للعجلة ودي مميزة لمين؟ للسرعة. يبقى الكميات الفيزيائية الإنسان بيحاول يفسر الظواهر الطبيعية أو الظواهر الفيزيائية عن طريق حاجتين. أول حاجة إيجاد العلاقة الرياضية التي تربط بينهم، وإيجاد وحدة قياس مميزة. طيب ما مستر زي الفل. قال لي أنواع الكميات، قال لي أنواع الكميات الفيزيائية. قال لي يا مستر أنواع الكميات الفيزيائية نوعين. قال لي في حاجة اسمها كمية قياسية وفي حاجة اسمها كمية متجهة. يبقى زي الفل يا مصر. قال لي في حاجة اسمها كمية قياسية وفي حاجة اسمها كمية ايه؟ متجهة. قال لي يا مستر الكمية القياسية من اسمها احنا خدناها في الدرس الأول، السرعة بس اللي هي السرعة القياسية دي اللي احنا خدناها. يبقى السرعة القياسية دي كمية قياسية. زي مين تاني؟ قال لي يا مستر الكمية القياسية دي احنا بنقول الكميات الفيزيائية كمية قياسية وكمية متجهة. يبقى تعريفها قال لي هي كمية فيزيائية. ايوه يا مستر كمية فيزيائية، كمية فيزيائية. قال لي يكفي بمعرفتها. يبقى كمية فيزيائية يكفي لمعرفتها المقدار فقط. عايز تزود حاجة تاني قول له المقدار ووحدة القياس. ما أنا لازم أجيب وحدة قياس يا شباب. يبقى الكمية القياسية يكفي لمعرفتها المقدار ووحدة القياس. يبقى الكمية القياسية يا شباب كمية فيزيائية يكفي لمعرفتها المقدار فقط. عايز ازود حاجة اقول له هو وحدة القياس. طب الكمية المتجهة من اسمه متجه يعني لا اتجاه. يبقى الكمية المتجهة كمية فيزيائية برضه يا مصر، كمية فيزيائية يكفي أو يلزم لتحديدها
معرفة مقدارها واتجاهها زي الفل. طب عايزين أمثلة يا مصطفى. أمثل. قال لي مثال على الكمية القياسية طول. لو قلت لك احسب طول الأوضة هتقول لي يا مستر 2 متر، وانا انت قلت لي اتجاه. انت قلت لي اتجاه. لا يا مستر ما قلتليش. انا بقول لك احسب لي طول الحيطة دي يا مستر ده 4 متر. انت قلت لي اتجاه. لا يا مستر انا قلت لك مال الاتجاه ومال الحيطة يا مستر. انا بحسب يبقى طول. قال لي مسافة. قال لي زمن. قال لي كتلة. قال لي مساحة. قال لي مين تاني؟ قال لي الكثافة. قال لي السرعة القياسية اللي احنا خدناها. السرعة قياسية. يبقى كمية قياسية تاني السرعة قياسية. طيب الكميات المتجهة مثال عليها. قال لي الإزاحة. قال لي سرعة متجهة من اسمها متجهة يبقى سرعة متجهة. قال لي عجلة لسه واخدينها. قال لي قوة. يبقى الكمية متجهة يلزم لتحديدها أو معرفتها المقدار والاتجاه. يبقى الكمية المتجهة متجهة يبقى في اتجاه مقدار واتجاه. القياسية مقدار فقط. زي الفل يا شباب. يجي بقى يقول لي يا شباب ما معنى أن الزمن كمية فيزيائية قياسية. أي سؤال ما معنى أن خلاص بقى احنا حفظنا يا مصر. أجاوب بأي أن كمية قياسية يبقى يكفي لتحديد الزمن معرفة مقداره فقط. طب لو قال لي القوة كمية متجهة أي سؤال ما معنى أن أجاوب أي أن يبقى يلزم لمعرفة القوة المقدار والاتجاه. أي أن يكفي لمعرفة القوة المقدار والاتجاه. طيب يا مستر يجي يقول لي علل الطول كمية فيزيائية قياسية. أقول له أنه يكفي لتحديد الطول معرفة مقداره فقط. طب يجي يقول لي علل العجلة كمية فيزيائية متجهة. أقول له سهلة يا مصر لأنه يكفي لمعرفة العجلة يلزم لمعرفة العجلة معرفة المقدار والاتجاه. زي الفل. اللهم صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. لسه واخدين يا شباب قلنا الكمية الفيزيائية يا إما متجهة يا إما إيه قياسية. قلنا قياسية ناخد المثال عليها مسافة. هناخد الفرق بين المسافة والإزاحة. هنعرف الفرق بينهم يا شباب. خلينا في القياسية. أنا آسف يا شباب. يا شباب نعرف الفرق بين المسافة والإزاحة. قال لي يا شباب المسافة طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم. يبقى المسافة يا شباب طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم. معنى الكلام ده يا شباب. يا شباب لو ما باجي احسب المسافة بحسب كل اللي انا مشيته. يبقى المسافة يا شباب انا بحسب كل اللي انا مشيته. يبقى هي دي المسافة. يجي يقول لك انت رحت الدرس كنت في البيت ورحت الدرس قطعت 20 متر، ومن الدرس رحت لعبت او رحت السوبر ماركت قطعت 25 متر تاني، ومن السوبر ماركت رجعت للدرس 25 متر تاني. يا مستر من الدرس رحت من البيت للدرس 20، ومن الدرس للسوبر ماركت 25، ومن السوبر ماركت للدرس 25. هجمع كل ده يا شباب. تمام. يبقى المسافة بجمع كل اللي انا مشيته. طب الازاحة يا شباب. قال لي الازاحة يعني الجسم اتزاح قد ايه. يعني ايه؟ يعني الجسم اتزاح قد ايه. الجسم كان واقف هنا وراح هنا. مقدار الحتة اللي هو اتزاحها مش مشيها، الحتة اللي هو اتزاحها. قال لي يا شباب الازاحة يا شباب المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية لموضع النهاية. يبقى الازاحة المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية لموضع النهاية. زي الفل يا شباب. لو قلت لك يا شباب جسم كان هنا كده ألف. طب ثواني احنا عايزين نعرف الاتجاه احنا بنحدده ازاي. اعرف لك الاتجاه احنا بنحدده ازاي. هنا من الدراسات اهي شمال جنوب شرق. قبل ما نكمل نعرف بس الاتجاه. غرب
طب لو حاجة هنا بين الشمال والشرق يبقى شمال شرق. طب لو هنا شمال غرب. طب لو هنا جنوب غرب. طب لو هنا جنوب شرق. زي الفل. يبقى الاتجاه، نعيد الاتجاه تاني معلش. الاتجاه هنا شمال غرب جنوب شرق. لو حاجة بين الشرق والشمال شمال شرق، هنا شمال غرب، هنا جنوب غرب، هنا جنوب شرق. الاتجاه مهم يا شباب، الاتجاه مهم. نكمل. قال لي لو جسمي هنا كده عند ألف، مشي كده عند ب قطع 5 متر. قال لي من ب راح لجيم قطع 5 متر برضه. قال لي من جيم راح لدال قطع 5 متر برضه. زي الفل يا شباب. بيقول لي احسب المسافة دي يا شباب. المسافة احنا كنا واخدينها رمزها كده. الإزاحة يا شباب برضو مسافة. الإزاحة برضو يا شباب مسافة، بس فرق أنا بعمل عليها اتجاه. يبقى يا شباب نفس الرمز هو بس الفرق أي كمية متجهة يا شباب بعمل عليها اتجاه من فوق. يبقى الإزاحة بعمل عليها اتجاه من فوق. المسافة قال لي يا مستر المسافة كل اللي أنا مشيته. يبقى المسافة كل اللي أنا مشيته. أنا مشيت 5 من ألف لب، مشيت 5، ومن ب لج 5، ومن ج لد 5. يبقى أجمع كل 5 زائد 5 زائد 5 يبقى 15 متر. طيب الإزاحة يا مستر أنت قلتيلي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت. فالاتجاه ثابت أو اتجاه ثابت يبقى خط مستقيم من نقطة البداية لنقطة النهاية. فين البداية يا مستر؟ ايه البداية؟ هو بدأ عند ألف. طب انتهى عند مين؟ انتهى عند د. وانا قلت لي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من نقطة البداية لنقطة النهاية. ارسم خط من نقطة البداية لنقطة النهاية اهو. مش الخط ده كده انا رسمت مستطيل، مش الخط ده قصادتي. يبقى دي برضو ب5. يبقى الازاحه بكام؟ ب5 متر. 5 متر واسكت؟ غلط. يبقى كده اجابتها غلط. ليه؟ احنا قلنا يكفي لمعرفه الازاحه المقدار والاتجاه. طب يا مستر انا عايز اعرف الاتجاه. اعرف الاتجاه ازاي بقى يا شباب؟ صلى على النبي. احنا قلنا الجسم بدأ فين؟ بدأ من عند مين؟ بدأ من عند الف. بدايته الف ونهايته د. يبقى اعمل لي اسهم من البدايه رايحه، تبقى الاسهم رايحه للنهايه. اعمل اسهم من البدايه رايحه للنهايه. يبقى الاسهم ماشيه كده يا شباب رايحه فين؟ للنهايه كده اهي. طب يا مستر انا برضو مش فاهم. طب يا حبيبي انت مش فاهم؟ صلى على النبي. ارسم الرسمه اللي احنا خدناها. تعال عند نقطه النهايه وارسم الرسم. اهي شايف ايه؟ من نقطه البدايه لنقطه النهايه. شايف ناحيه فين؟ الجنوب. يبقى 5 متر جنوبا. اتمنى تكون الناس فهمت. هندي مثال تاني. لو قلت لك جسم كان هنا كده عند ا راح لب، ومن ب راح لج، ومن ج راح لد. زي الفل يا شباب. بيقول لي يا شباب جسم قطع من ألف لب 5 متر، ومن ب لج 10 متر، ومن ج لد 5 متر. احسب المسافة واحسب الإزاحة. المسافة يا شباب بجمع كل اللي أنا مشيته. 5 زائد 10 زائد 5 يساوي 20 متر. طب الإزاحة تعالى اكتبها تحت. يبقى هنا المسافة بكام؟ ب20 متر. الإزاحة يا مستر انت قلتيلي ارسم خط من البداية للنهاية تبقى هي دي الإزاحة. يبقى ارسم خط من البداية للنهاية تبقى هي دي الإزاحة. دي قصاد دي. يبقى هنا 10 متر. يبقى الإزاحة ب10 متر. الاتجاه اكتب 10 واسكت؟ لا، الاتجاه يا مستر انت قلتيلي ارسم خطوط، ارسم أسهم طالعة من البداية رايحة للنهاية. يبقى طالعة من البداية رايحة للنهاية اهي. لو رسمت كملت الأسهم هتلاقيها ماشية كده اهي. انا كده رايح في شرقا. طب ما عرفت؟ ارسم الرسم يا حبيبي. ارسم الرسم اهي. الأسهم رايحة الناحية دي، وهنا شرق. زي الفل. طب يا مستر يقول لي جسم هنا كده عند ا راح عند ب. قال لي قطع 20 متر. قال لي احسب المسافة تساوي 20 متر.
قال لي احسب الإزاحة. الإزاحة هنا يا شباب كام؟ يا شباب الإزاحة هنا كام؟ بيقول لي الجسم كان عند ألف راح عند ب، احسب المسافة 20 متر. طب الإزاحة يا مستر من نقطة البداية لنقطة النهاية، كان هنا تي وراح هنا تي، ما هي دي برضو البداية والنهاية أهي، يبقى الإزاحة 20 متر. طب الاتجاه يا مستر حبيبي سهل، المفروض بقى ما تغلطش في الاتجاه تاني، ارسم أسهم من البداية رايحة للنهاية أهي، أنا مكمل كده، يبقى أنا كده رايح فين؟ شرقا. يجي يقول لي بقى يا شباب هنا الإزاحة المسافة ب20 والإزاحة ب20، يقول لي متى المسافة تساوي الإزاحة؟ أقول له عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد، مش نفس الاتجاهات يا شباب وخط مستقيم. يبقى يجي يقول لي متى تساوي المسافة الإزاحة؟ أقول له عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد. زي الفل يا شباب، زي الفل. نكمل. طب يجي يقول لي يا شباب جسم عند ألف راح لب، قطع 20 متر. قال لي عاد جسم كان عند ب وعاد هنا تيجي دلوقتي عاد 5 متر. يا شباب أنا الجسم بدايته ألف راح لب ورجع 5 متر، اللي يحسب المسافة. سهلة بقى مطلعتش المسافة، كل اللي أنا مشيته رجعت، ماليش دعوة رجعت ولا رحت، أهم حاجة كل اللي أنا مشيته 20 زائد 5 يبقى 25. الإزاحة يا مستر الإزاحة من نقطة البداية لنقطة النهاية. فين البداية؟ أهي. فين النهاية؟ هنا أهي. أهي يا مستر من نقطة البداية لنقطة النهاية أهي. لو افترضنا هنا البداية أهي، نقطة النهاية هنا أهي. يبقى هي الحتة دي بس هي الإزاحة. طب أنا واخد 5 من 20 يبقى الإزاحة 15 متر. طب الاتجاه يا مستر، الاتجاه من شاطر يا شباب يقول لي الاتجاه؟ اسيبها لكم ولا احلها لكم؟ سهله يا مستر، المفروض بقى محدش يغلط والله. ارسم يا مستر، ارسم طالع من البدايه رايح للنهايه اهو، ارسم اسهم طالع اهي، راجع اهو، انا راجع اهي، الجسم راجع اهي. لو كملت كده يبقى رايح في غربا. زي الفل. اللهم صل على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. زي الفل. طيب ماشي يا شباب. قال لي جسم عند ألف راح لب، قطع 40 متر. قال لي ثم عاد لنقطة البداية، احسب المسافة، احسب الإزاحة. المسافة يا مستر بقى سهلة بقى والله، أنا زهقت يا مستر. سهلة يا حبيبي يا مستر، ده مش 40 وعاد للبداية، يعني كده راح ورجع يبقى 40. أنا بحسب المسافة كل اللي أنا مشيته زائد 40، مش أنا رحت 40 ورجعت يبقى رجعت 40 برضه، يبقى المسافة 80 متر. طب الإزاحة سهلة يا مستر، الإزاحة راح 40 ورجع لنفس نقطة البداية، يبقى بدأ من عند ألف وراح لب ورجع تاني لألف، يبقى فين الحتة الجسم اللي اتزاح يا مستر؟ ما اتزاحش، ما البداية هي ألف، طب والنهاية برضه ألف، يبقى الإزاحة بصفر. واحدة تاني معلش، واحدة تاني. جسم عند ألف راح لب مش 20 متر ثم عاد، احسب المسافة يا مستر. المسافة كل اللي أنا مشيت 20 ورجعت 20، يبقى 20 زائد 20 يبقى المسافة 40 متر. الإزاحة اعمل اتجاه ما تنساه يا مستر. أنا بدأت عند ألف، أنت قلت لي ارسم خط من البداية للنهاية، طب ما أنا بداية ألف وعاد يبقى برضه نهايتي ألف، يبقى الإزاحة صفر. يبقى يجي يقول لي علل أو متى تساوي الإزاحة صفر؟ يبقى إمتى الإزاحة تساوي صفر؟ أقول له عندما يتحرك الجسم أو عندما يعود الجسم إلى نقطة البداية، عندما يعود الجسم إلى نقطة البداية. صلى الله على النبي. يا شباب جايب لي مسألة كده، بيقول لي جسم عند ألف راح لب راح لج، قال لي جسم عند ألف من ألف لب 4 متر ومن ب لج 3 متر. بيقول لي احسب المسافة واحسب الإزاحة. زي الفل يا مستر.
المسافة والله يا مستر سهل، المسافة كل اللي أنا مشيته 4 و3، 4 زائد 3 تساوي 7 متر. طب الإزاحة ارسم بقى يا حبيبي، ارسم من نقطة البداية لنقطة النهاية أهو، من نقطة البداية لنقطة النهاية يا مستر. طب أجيبها إزاي؟ يا حبيبي أنت مش خدت وهتاخد السنة دي الدوال المثلثية، مش خدت ده مثلث قايم؟ خدت، معلش لا خدت فيثاغورس قصدي، الدوال المثلثية إيه؟ ده جوجة لسه هتاخدوها في الترم ده إن شاء الله. خدت ده مثلث قائم، والصاد المثلث القائم ده اسمه ايه؟ وتر. مش كنت خدت حاجه اسمها فيثاغورس؟ قال لي ايوه يا مستر فيثاغورس خدتها يا مستر والله. قال لي يا حبيبي كنت بجيب الوتر ازاي؟ يبقى كنت بجيب الوتر ازاي؟ كنت اقول له حساب. هنا مش انا عايز الوتر، قال لك الوتر جذر مربع جمع، يبقى ربع واجمع 4 تربيع زائد 3 تربيع هيساوي كام؟ هتدخلها على الآلة بالتربيع كده تطلع لك 5 متر. يبقى الإزاحة كام؟ الحتة دي ب5 متر، الإزاحة 5 متر. يا مستر أنت مش ناسي حاجة؟ لا يا مستر ناس. فين يا مستر؟ فين يا مستر الاتجاه فين يا مستر؟ ارسم يا حبيبي أسهم من البداية رايح للنهاية، ارسم أسهم من البداية رايح للنهاية أنت وكمل كده كمل. طب ماشي يا مستر، لا أنا مش عارفها يا مستر. ارسم الرسم يا حبيبي اهي، اهي شمال جنوب غرب شرق غرب. هنا الاتجاه فين؟ ما بين الجنوب والشرق، يبقى جنوب شرقي. اتمنى الناس تكون فاهم. واحدة تانية يا مستر معلش، واحدة تانية يا حبيبي، واحدة تاني. احنا ورانا حاجة. جسمي كان عنده ألف، راح لب، ثم راح لجي، قال لي 40 و30 متر. احسب المسافة واحسب الإزاحة. سهلة بقى يا مستر بقى، سهلة بقى والله. المسافة كل اللي أنا مشيته 40 زائد 30 70 متر. الإزاحة يا مستر ارسم لي خط من البداية للنهاية أهو. يا مستر مش ده مثلث قائم؟ يبقى طبق فيثاغورس. جذر، أنا عايز الوتر، جذر مربع جمع 40 تربيع زائد 30 تربيع هتساوي 50 متر. يا مستر مش ناسي حاجة؟ لا يا مستر أنا ناسي الاتجاه. فين الاتجاه؟ ارسم يا حبيبي أسهم من البداية رايح للنهاية، من البداية رايح للنهاية أهو. كمل كده كمل كده أهو. يا مستر لا والله يا مستر أنا مش عارف. طب ارسم يا حبيبي الرسم. مش عارف؟ ارسم الرسم اهي، ارسم الرسم. ارسم الرسمة عند فين؟ ارسمها تعالى عند النهاية وارسم الرسم اهو. كمل كده. هنا كده جنوب يا مستر، وهنا غرب، جنوب غرب. شايف الإزاحة فين؟ ما بين الجنوب والغرب اهي. الأسهم اهي، الأسهم اهي، جنوب غربي، جنوب ايه؟ غربي. يا رب تكون الناس فاهم، يا رب تكون الناس فاهم. قال لي يا شباب عندي حاجة، قلنا الكميات الفيزيائية قياسية يا إما متجهة. يبقى قلنا الكميات، نكمل الكميات الفيزيائية قياسية ومتجهة. قال لي يا شباب قياسية زي عندي حاجة اسمها السرعة القياسية، ودي يا شباب السرعة القياسية دي اللي احنا خدناها في أول درس. السرعة المتجهة من اسمها السرعة المتجهة، من اسمها يا شباب حاجات سهلة يعني إن شاء الله. سرعة قياسية وسرعة متجهة. قال لي السرعة القياسية يا شباب احنا خدناها، ده ايه اللي خدناها في أول درس؟ كنا خدنا إن السرعة بتساوي ايه؟ مسافة على زمن، حاجات سهلة، ومتر على الثانية وحدة القياس. طب المتجهة هنا بقى يا شباب في فرق. السرعة المتجهة قلنا بعمل اتجاه بيساوي إزاحة على زمن. اعمل اتجاه، رمز الإزاحة فيه برضه يا مصر. ما الإزاحة هي المسافة بس في اتجاه على زين برضه وحدة القياس متر على الثانية برضه يا مصر. ما هي سرعة متر على الثانية. تمام تمام زي الفل. ناخد مثال. بيقول لي جسم عند أ راح لب، راح لج، ومن ج وراح لد. احسب المسافة، احسب لي الإزاحة، احسب لي السرعة القياسية، احسب لي السرعة المتجهة. سهلة بقى يا مستر، والله سهلة يا مستر. قال لي من هنا كان هنا 5 متر، هنا 10 متر، هنا 5 متر، وقال لي خلال
10 ثواني. المسافة يا مستر سهلة بقى، المسافة كل اللي أنا مشيت 5 زائد 5 زائد 10 20 متر. طب الإزاحة ارسم بقى خط من البداية للنهاية أهوت يا مستر، من البداية عند ألف ونهاية عند دال، دي قصاد دي يبقى 10 متر. 10 متر. طب يا مستر أنا الاتجاه الإزاحة خلي بالك الاتجاه ارسم أسهم من البداية رايح للنهاية، البداية هي عند ألف يبقى طلع الأسهم من ألف رايح للنهاية، أنا كده ماشي ناحية فين؟ ناحية الشرق شرقا. السرعة القياسية مسافة على زمن، مسافة على زمن، المسافة 20 على الزمن 10 ثواني اهو، الزمن اهو 20 على 10 فقال 2 متر كل ثانية، 20 على 10 ف2 متر كل ثانية. السرعة القياس السرعة المتجهة إزاحة على زمن، إزاحة على زمن، الإزاحة بكام؟ الإزاحة ب10 يا مسلم، على 10 على الزمن ب10 يبقى يساوي 1 متر كل ثانية. زي الفل. لاحظ بقى انت مش ناسي حاجة؟ ناسي يا مست فين الاتجاه؟ ايوه يا حبيبي، اللهم صل على النبي، كده زي الفل، كده تبقى انت حبيب. الاتجاه يا مستر، الاتجاه طلع البداية عند ألف ورايح عند ده، الاتجاه نفس الاتجاه يبقى ايه؟ شرقا. مش ملاحظ حاجة؟ بص كده، هنا الاتجاه شرق وهنا الاتجاه شرق. طب هنا المسافة وهنا ايه، قصدي هنا الإزاحة وهنا السرعة المتجهة، متفقين في ايه؟ في الاتجاه. يا مستر انا عايزك تبص تاني، عاوزك تاخد بالك، الإزاحة كان اتجاهها ايه؟ الشرق. طب السرعة المتجهة كان اتجاهها ايه؟ الاتجاه ايه في السرعة المتجهة؟ طلع ايه؟ طلع برضو شرق، هنا شرق. طب الإزاحة وحدة قياسها متر، طيب السرعة المتجهة وحدة قياسها ايه؟ متر على الثانية. خد بقى السؤال داتي زمايلك غلطوا فيه، جا بيقول لك تتفق، السؤال ده عالي قوي، تتفق الإزاحة والسرعة المتجهة، ركز في السؤال ده، والسرعة المتجهة في نقط وتختلف في نقط. يا مستر سهل، في الاتجاه يبقى بيتفقوا فيها، في الاتجاه الإزاحة كانت شرقا والسرعة المتجهة لما حسبتها برضو نفس الاتجاه طلع شرقا، يبقى اتفقوا في الاتجاه. طب يختلفوا يا مستر، الاختلاف الإزاحة بالمتر إنما السرعة المتجهة بمتر على متر كل ثانية، يبقى يختلفوا في وحدة القياس، في وحدة، يبقى هنا الاتجاه وهنا وحدة القياس. يبقى تاني يا شباب، تتفق الإزاحة والسرعة المتجهة في الاتجاه وتختلف في سرعة القياس، ما تغلطش فيه بقى. قلنا يا شباب عندي حاجة اسمه حيوان، اسمه أسرع حيوان على وجه الأرض، اسمه الفهد الشيتا، الفهد الشيتا بيقولوا بتصل سرعته يا شباب ل 27 متر كل ثانية، يعني ممكن يا شباب خلال ثانية واحدة يمشي 27 متر. شوف، يبقى أسرع حيوان يا شباب على وجه الأرض اسمه الفهد الشيتا، بتوصل سرعته كام؟ 27 متر كل ثانية، يعني يقدر يا شباب يقطع 27 متر في ثانية واحدة بس، يبقى تعدي ثانية يقطع 27، يبقى كل ثانية بيقطع كام متر؟ 27 متر. ركز فيها، بيجي يقول لك الفهد الشيتا سرعته كام؟ أقول له 27 متر، ودي بتيجي في أسئلة أكمل أو صوب ما تحته خط. آخر حاجة يا شباب بيقول لي هي الرياح بتأثر، تفتكر الرياح بتأثر في الهواء؟ قال لك ليه في رياح؟ قال لي الرياح يا مستر لسبب، يبقى الرياح بتحدث لسبب، قال لي نتيجة اختلاف الضغط الجوي، يبقى الرياح بتحصل لسببين. أسباب الرياح، أسباب حدوث الرياح، حدوث الرياح، قال لي سببين، اختلاف الضغط الجوي، يبقى أحداث أسباب الرياح ايه؟ اختلاف الضغط الجوي. والسبب الثاني، طب يا مصر تقول لي الضغط الجوي الأول، احنا خدنا يا شباب ان الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء، يبقى الضغط الجوي ايه؟ وزن عمود الهواء. قال لك الرياح بتنشأ ازاي؟ الهواء بيجي من المناطق المرتفعة يروح للمناطق المنخفضة، يبقى الهواء بيجي من المناطق المرتفعة يروح فين؟ للمناطق المنخفضة. طب السبب الثاني، قال لي حركة الأرض حول محورها، حول ايه؟ محورها. يبقى يا شباب أسباب حدوث الرياح
اختلاف الضغط الجوي وحركة الأرض حول محورها. قلنا اختلاف الضغط الجوي ازاي؟ يبقى هنا مثلا لو في منطقة عالية في الرياح وهنا منطقة منخفضة، قال لي الرياح هتمشي من العالي تروح للمنخفض. اختلاف ولا مش اختلاف؟ في اختلاف. هنا المنطقة فيها ضغط عالي، رياح عالية، هنا ضغط منخفض، قال لي الرياح بتتحرك من الضغط العالي للضغط المنخفض. زي الفل. طب يا مستر أنا يعني استفدت ايه لما عرفت اختلاف الضغط الجوي وعرفت حركة الأرض حول يعني استفدت ايه لما درست يعني حركة الرياح؟ يقول لي هقول لك يا حبيبي دلوقتي انا استفدت ايه لما عرفت حركة الرياح يا مستر. اقول لك صلي على النبي. لو احنا يا شباب عندي دي طيارة مثلا، لو عندي دي يا شباب طيار، الطيارة يا شباب طايرة كده ماشية في الاتجاه ده، شايفين الاتجاه اهو، وعندي اتجاه الرياح يا شباب في الاتجاه ده، ده اتجاه الرياح يا شباب، اتجاه الرياح دي طيارة وده اتجاه الرياح. نفس الاتجاه يا شباب ولا مش نفس الاتجاه؟ قال لي نفس الاتجاه. يا شباب تخيل كده ان انت بتجري والهوا معاك، الهوا معاك، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان انت سريع. ليه بتقول ان انت سريع؟ انت بتقول الهوا بيزيحني. طب معنى الهوا بيزيحك يا شباب، الهوا جاي معاك في نفس اتجاهك بيزود سرعة. يبقى معنى ان الطيارة ماشية كده يا شباب والرياح ماشية في نفس اتجاه الطيار، يبقى نفس الاتجاه، يبقى الطيارة يا شباب سرعتها هتزيد ولا تقل؟ يا مستر ده نفس الاتجاه، يبقى سرعة الطيارة سرعة الطائرة تزيد. طب معنى يا شباب ان سرعة الطيارة تزيد؟ يا شباب احنا قلنا الدرس الاول العلاقة بين السرعة والزمن عكسية. طب معنى يا شباب لما انا اروح ازود سرعة الطيار، طب الزمن الرحلة هيقل ولا ما يقلش؟ هيقل يا مصر، يبقى يقل الزمن. بيقل الزمن اللي انا هستغرب، بدل ما اخد ساعة لا هاخد ربع ساعة، هاخد نص ساعة. طب يا مصر لما يقل الزمن، قال لي لما يقل الزمن هيقل الوقود المستهلك، يقل الوقود المستهلك، الوقود المستهلك. زي الفل. يبقى يا شباب في نفس اتجاه الرياح تزداد سرعة التيار، ولما تزيد السرعة يقل الزمن، ولما يقل الزمن يقل الوقود المستهلك. طب تعالى يا شباب الطيارة ايه معايا دي رسم الطيارة، اعتبر ان دي طيارة. الطيارة يا شباب ماشية كده زي الفل. الرياح يا شباب كده، ده اتجاه الرياح، هنا عكس اتجاه الرياح، عكس اتجاه التيار. يا شباب اتجاه الرياح بيخبط عكس اتجاه التيار، يبقى هنا يا شباب السرعة تزيد ولا تقل؟ قال لي تقل سرعة الطائرة. ليه يا شباب بتقل؟ ده اتجاه الرياح عكس يا مصر. طب لما تقل سرعة الطيارة قال لي يزداد الزمن المستغرق، الزمن المستغرق. يا شباب زمن الرحلة هيزيد، مش انا قللت السرعة يبقى كده الزمن يزيد. طب لما يزيد الزمن قال لي تزداد كمية الوقود المستهلك. يبقى تزداد كمية الوقود ايه يا شباب؟ المستهلك. اتمنى الناس كلها تكون فاهم، اتمنى الناس كلها تكون فاهم. بس احنا يا شباب نسينا نقول حاجة، معلش نسينا نقول، هنقولها اخر حاجة، ان هي الحركة في مسار دائري. هناخد يا شباب حل مسائل، معلش انا نسيتها، حل مسائل المسافة والإزاحة في مسار دائري. مسار دائري يا شباب اللي هو في دايرة يعني. لو جاء قال لي يا شباب احسب المسافة والإزاحة لدورة كاملة، لدورة ايه؟ كاملة. يا شباب بيقول لي جسم كان عند ألف هنا ومشي كده في مسار دائري ورجع تاني الألف، ورجع تاني. احنا عارفين يا شباب ان هنا كده مركز الدائرة. بيقول لي احسب المسافة واحسب الإزاحة دورة كاملة. المسافة يا شباب مش دايرة، قال لي يا شباب مش يعني كده ده محيط الدايرة،
أيوة يا مصر، قال لي هنا في المسافة هتساوي محيط الدائرة، هتساوي كام؟ قال لي يا مصر 2 محيط الدائرة 2 باي نق، والباي اللي هي 22 على 7 أو 3.14 من 100. يبقى المسافة محيط الدائرة اللي هي 2 باي نق. طب الإزاحة يا مستر، يا مستر والله بقى أنا المفروض ما أقولش الكلام ده تاني. أنت قلت لي بدأ من عند ألف ورجع لألف، يبقى الإزاحة صفر دورة كاملة. يبقى يا شباب لو قال لي 100 دورة، مش 100 دورة، دورة كاملة، يبقى صفر، الإزاحة بصفر. طب المسافة أقول له محيط الدايرة. طب قال لي 200 يا مستر، الإزاحة طالما دورة كاملة. قال لي بقى 400 500 يبقى إزاحة صفر زي الفل. طب يا مستر قال لي 3/4 دورة، 3/4 دورة. قال لي يا مستر الجسم كان عند ألف ومشي راح لب، من ب راح لجيم، ومن جيم راح لده، هنا كده مركز الدايرة 3/4 يا شباب. وقال لي اعطيني ده كده يا شباب نق، ده اسمه نص القطر. ما ده برضو نق يا شباب، ده برضو نق، هنا كده مركز الدايرة، ده برضو نق. أي نقطة يا شباب من مركز الدايرة على أي نقطة من المركز للدايرة اسمها نق، يعني لو كده برضو نق، ده اسمه نق برضو. طب يا شباب هو قال لي 3/4 ده ربع ربع ربع، 3/4 3/4 ربع ربع ربع. قال لي احسب المسافة. بص بقى يا شباب، المسافة أنا بعمل إيه؟ أول حاجة حتى لو ما قاليش احسب دورة كاملة، أنا بحسب المسافة لدورة كاملة. يبقى أول حاجة بعمل إيه؟ بحسب المسافة لدورة كاملة. قال لي بقى بعد كده بقى بشوف هو عاوز إيه. قال لي 3/4 دورة، أقول له ماشي 3/4 في المحيط. مش إحنا قلنا المحيط اللي هو الدورة الكاملة؟ يبقى أنا طلعت مثلا المحيط اللي هو الدورة الكاملة طلعته ب40، وقال لي احسب 3/4، اقول له 3/4 في 40. ما اقعدش بقى اقول له بقى 3/4 في 2 في باي نق، لا ما مش هعمل كده. هيبقى اول حاجه يا شباب اعملها احسب الدوره الكامله اللي هو المحيط. يبقى اقول لي بقى، قال لي بقى 3/4، قال لي نص، قال لي 5/6، قال لي تلت، قال لي سبع، قال لي تسع، قال لي اي حاجه، اقول له اللي انت عايزه في المحيط. يبقى دي المسافه. طب الازاحه يا شباب، الازاحه من نقطه البدايه لنقطه النهايه، البدايه النهايه اهي، ارسم خط كده. الإزاحة يا شباب أقول له جذر، يبقى ده وتر، ده قائم أهو، جذر، ده نق وده نق. لو قال لي نق ب5 يبقى الإزاحة فيثاغورس، يبقى جذر 5/4 زائد 5/4 وزي ما تطلع. طيب يا مستر قال لي نص دور، نص دور كان عند ألف وراح لب، نص دورة يعني خد نص الدايرة. نص يا مستر قال لي احسب المسافة واحسب الإزاحة. يا مستر انت قلت لي المسافة، انا هحسب مسافة دورة كاملة. قال لي نص، قال لي تلت، قال لي ربع، اقول له نص في المحيط، يبقى المسافة نص في المحيط. طب الإزاحة يا مستر دي مركز الدايرة، ده نق وده نق يا مستر، من البداية للنهاية يبقى 2 نق، يبقى إزاحة نص الدورة 2 ايه؟ 2 نق زي الفل. طب قال لي ربع دور، قال لي ربع دور، اقول له يا مستر كان عند ألف وراح لب، بس هي دي ربع دور، ده كده مركز الدايرة، وده نق وده نق زي الفل. يا مستر اللي يحسب المسافة وقال لي احسب الإزاحة. المسافة يا مستر انت قلت لي يا مستر بقى سهلة بقى، احسب المسافة كلها الأول اللي هي دورة كامل، هو عايز ربع، قول له ربع في المحيط اللي أنا حسبته في الأول. طب عايز الإزاحة فيثاغورس بقى يا حبيبي من البداية للنهاية، يبقى جذر نق تربيع، نق بقى زائد نق تربيع زي ما يدول، زي ما تطلع، بس لازم انت تحدد لي الاتجاه عشان إزاحة. طب تعالى ناخد مسألة، تعالى ناخد مسألة يا شباب. اعطيني دايرة، ده مركز الدايرة، اعطيني نق ب7. بيقول لي تحرك جسم على مسار دائري من النقطة ألف إلى النقطة ب، احسب المسافة والإزاحة. احسب المسافة والإزاحة
احسب المسافة والإزاحة للجسم. أول حاجة بيقول لي نص دورة، تاني حاجة بيقول لي 3/4 دورة. قال لي يا شباب نص دورة يا مستر، انت قلت لي نص 3/4 ربع. يا مستر انت قلت لي أي مسار دائري احسب لي الدورة كاملة الأول. تعال على جنب كده واحسب لي دورة كاملة. سهل على نفسك. دورة كاملة يا مستر انت قلت لي 2 باي نق، يبقى 2 الباي في 22 على 7، النق على طول ب7 في 7، ال7 هتروح مع 7، 2 في 22 ب44 متر. يا مستر انا حسبت دورة كاملة بكام؟ ب44. هو بقى عايز مين؟ عايز نص دورة. سهلة يا مستر، اقول له نص في اللي انا حسبته في المحيط كله، نص في 44، بدل ما تقعد بقى تقول لي نص في 2 في 22 على 7 في 7، لا يا مستر انا هتعلم كده. اي ما يقول لي دورة كاملة يبقى احسب ايه؟ اول ما يقول لي بقى نص ربع احسب دورة كاملة الاول، اقول له نص في 44 يساوي 22 متر. دي كده المسافة، انا كده حابب احسب المسافة. طيب يا مستر خلينا في المسافة الاول بعدين نحسب الازاحة. يا مستر 3/4، اقول له 3/4 في المحيط بقى سهلة، بدل ما اقول له 3/4 في 2 في 22 على 7 في نق في 7، لا يبقى 3/4 في 44 زي ما تطلع. طب يا مستر تعالى نحسب ازاحة نص دورة. يعني كده اللي انا حسبته ده المسافة، ازاحة نص دورة. قلت لك يا مستر ازاحة نص دورة كان عند ألف راح لب، من نقطة البداية لنقطة النهاية كان هنا اهي نق بس ب7، يبقى دي برضه ب7، يبقى ازاحة نص دورة 2 نق، يبقى 2 في 7 يساوي 14 متر. طب الاتجاه ارسم بقى، يرسم من البداية رايحة للنهاية، الاتجاه اهو غربا، ما تنساش الاتجاه. طب يا مستر عايزين ازاحة 3/4، ازاحة 3/4. خلي بالك يا شباب انا عايزك تلاحظ حاجة، لا او خليها في المثال الجاي، خليها في المثال الجاي معلش. خلي بالك يا شباب بيقول لي ازاحة 3/4. تعالى يا مستر ارسم لي خط كده اهو، ضرب. انا عايز بقى احسب بقى 3/4، ارسم لي خط من البداية اهو، هنا النهاية، النهاية كانت هنا، او مثلا هنا زي ما تحب، هات لي بقى هنا كده ألف، هنا كده النهاية، هنفترض إن النهاية هنا. هو ما كانش قايل هنا أنا قايل 3/4، أنا قايل المسألة دي من دماغ، فهنا أهي احسب له بقى، أقول له جذر 7/4 زائد 7/4 تطلع بكام يا شباب؟ ب7 جذر 2. ده بالاتجاه من البداية للنهاية أهو، ارسم من البداية للنهاية هتلاقيها جنوب غربي أهي، جنوب غربي. طب مسألة تانية يا مستر، مسألة تانية يا مستر، أو تعالى يا شباب هديلك إيه قوانين تحل بيها الإزاحة، قوانين تحل بيها الإزاحة بدل ما تقعد تحسب يا شباب بفيثاغورس. يا شباب أنا مش هستخدم فيثاغورس، الإزاحة أهو. قال لي يا شباب دورة كاملة، قوانين أو أنا مسميها إيه؟ القوانين السحرية، القوانين السحرية. لو قال لي احسب إزاحة دورة كاملة، قال لي نص دورة، قال لي ربع، قال لي 3/4 دورة. إزاحة دورة كاملة يا شباب 0، أنا كده بحسب الإزاحة 0. إزاحة نص الدورة 2 نق، أخليك حافظ دي الحاجات دي ثابتة. يبقى لو يا شباب لو قال لي مثلا احسب إزاحة 7 دورة ونص، ماليش دعوة يا شباب، 7 دورة يعني إزاحتها 0، النص أنا بحسب للكسور بس يا شباب. يعني قال لي 1,000,000 دورة ونص، يبقى المليون لو حسبت إزاحتهم هتطلع ب0، مش دورة كاملة، أنا بحسب للنص. يبقى قال لي 7 ونص، قال لي 8 ونص، قال لي 9 ونص، 20 ونص، ماليش دعوة بال20، ماليش دعوة بالرقم الكامل، أنا بحسب للكسور بس. يبقى إزاحة نص الدورة يبقى 2 نق، وده على الثابت على طول. يبقى أول ما يقول لك نص الدورة قول له 2 نق، احسب إزاحة نص الدورة قول له 2 نق، 2 في النق اللي هو عطارك. طب لو قال لي ربع دورة أو 3/4 دورة، يا شباب إزاحة ربع الدورة بتساوي إزاحة 3/4 دورة، إزاحة ربع دورة تساوي 3/4 دورة. يبقى الإزاحة بتاع الاتنين دول متساوية يا شباب.
اول ما يقول لي احسب ازاحه ربع دوره او تلات ارباع دوره اقول له نق جذر 2. يا مستر ما يعملش فيثاغورس واقول بقى جذر مربع جذر، لا يا حبيبي ما تعملش فيثاغورس، دي اسمها القوانين السحريه. قال لي دوره كامله ازاحتها صفر، نص دوره خليك حافظ 2 نق، وربع او تلات ارباع دوره نق جذر 2. نق جذر 2. تعالى ناخد مساله تاني. اعطيني مسار دائري يا شباب، اعطيني مسار دائري. بيقول لي نق ب10، نق بكام؟ ب10. احسب احسب ايه؟ قال لي احسب هنا المسافة المقطوعة والإزاحة خلال نص دورة، ربع دورة، تلات ارباع دورة. في حاجة تاني؟ ماشي. احسب المسافة واحسب الإزاحة. تعالى يا مستر انت قلتيه اول بقى ما يقول لي احسب مسافة واحسب اي حاجة، اول حاجة بعملها ايه؟ بحسب المحيط، بحسب المسافة اللي هي دورة كام، بحسب دورة كام، بقول له المحيط 2 باي نق، يبقى 2 في 22 على 7 في النق ب10. النق ب10 اهي، دخل ده على الآلة تطلع لي ب62.8 متر. 62.8 متر، دي الدورة الكاملة. عايز نص دورة، عايز مسافة، أقول له نص في المحيط، المحيط ب62.8. بدل ما تقعد بقى تقول لي نص في 2 وتقعد تحسب كله، لا احسب لي دورة كاملة. قال لك نص، اضرب بقى، قال لك نص، قال لك ربع، اضربه بقى في المحيط اللي انا جبته. قال لي احسب لي ربع دورة، يبقى ربع في المحيط. كل ده انا بحسب المسافة، ربع في 62.8، شوف هتطلع بكام. قال لي مسافة تلات ارباع، اقول له تلات ارباع في المحيط في 62.8. طب الازاحة، صلى على النبي، انا هحدد لك الازاحة وانت بقيت الاتجاه بقى. ده مثال انا كده، انما في ان جات لك مسألة هتبقى الاتجاه مظبوط يعني. قال لي نص ازاحة النص. يا مستر انت لسه قايل النص ازاحته بكام؟ 2 نق، مش هنقعد نحسب بقى، يبقى 2 نق، 2 في نق، 2 نق بكام؟ ب10، يبقى ازاحة النص ب20 متر، وانت احسب الاتجاه. طب يا مستر الربع، يا مستر انت قلت لي ازاحة الربع نق جذر 2، نق جذر 2. انت قلت لي يا مستر ازاحة الربع كام؟ نق جذر 2. يا مستر ما اعملش في صغار، لا يا حبيبي احفظ القوانين السحرية. يبقى نق جذر 2، نق بكام؟ ب10 جذر 2. هات انت بقى الاتجاه. طب لو عملت بفيثاغورس هتطلع برضو نق جذر 2 متر. طب يا مستر تلات ارباع دورة، ازاحة التلات ارباع يا حبيبي انا لسه قايل لك ازاحة الربع بتساوي ازاحة التلات ارباع. طب ازاحة التلات ارباع برضو نق جذر 2، نق بكام؟ ب10، يبقى 10 جذر 2، 10 جذر 2. كده يا شباب احنا خلصنا، واللي عنده اي سؤال يبعتوه لي. اتمنى كل الناس تذاكر عشان الامتحان ان شاء الله يا شباب، امتحان الوحدة الاولى. اتمنى الناس تقفل، انا كده ما سبتش اي نقطة في الوحدة الاولى. اتمنى الناس تقفل. السلام عليكم. وما تنسونيش يا شباب من دعائكم، وما حدش ينسى يا شباب يشترك في القناة ويعمل لايك. ان شاء الله الشرح يعجبكم، وكل ينزل يصلي على النبي في التعليقات.